سلام الله عليكم جميعا. وما يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى كامل تكونوا بخير. إذا راكم في وقت الفطور نقول لكم صحة فطوركم، إذا راكم وقت السحور نقول لكم صحة سحوركم، وإذا راكم في رمضان صايمين نقول لكم صحة صيامكم. ونتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفتنا اليوم بدون إطالة هي وصفة الثومية، ثومية المطاعم ب... يعني بطريقة سهلة جدا، يعني أشياء متوفرة في كل بيت. نتمنى تعجبكم. طلبوها مني بزاف، وخاصة واحد الأخت بقيت تطلب فيها، يعني نقول لها أخيرا صورتها لك، يعني صورت لك الثومية. واسمحي لي ياسر اختي اذا طولت عليك، ظروف برك. هنا راني كنت قدمتها مع لي بروشيت تاع الدجاج، يعني تاع لي سكالوب، ودرت مع هذيك البطاطا اللي درتها لكم قبل في الفرن، يعني بدون ما تقلوا ما والو. وهنا هاي صلصة الثومية تاعنا جات تهبل ما شاء الله. هنا راني نعمر في لي بروشيت هذم باش نشويهم. من بعد كنت تبلت هذاك صدر الدجاج في الليل، درت له تتبيله تاع الشاورما، وحطيته في كيس تاع مجمد، يعني تاع التجميد، وحطيته في الثلاجة. الصباح لقيته واجد ومتبل ما شاء الله. وبديت نعمر في لي بروشيت نصف صدر دجاج يقدر يدير لكم هذه الوصفة. شوفوا هنا كيفاه جبت هنا جميلة باش نحضر صلصة الثومية تاعي. حطيت فيها ملعقتين كبيرتين تاع أكل مايزينا اللي هي النشا، وحطيت عليها كاس ماء عادي بارد، يعني ماهوش سخون وماهوش عادي، ماء عادي جدا. خلطته مليح مليح بارد في بارد، وحطيتها فوق النار. وهنا كنت وجدت الليمون وفص من الثوم، حطيتها فوق النار على نار قليلة، بقيت نحرك 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 حتى جمد هذاك النشا. من بعد جبت صحن واسع كيما هكذا، من الأحسن تحطوه في صحن واسع باش يبرد لكم بسرعة. كانكم مزروبين يعني يبرد لكم بسرعة. إذا بعقولكم حطوه في أي صحن وغطوه بالبابي فيلم، لازم البابي فيلم يلامس السطح تاع النشا. ابسطوه اولا مليح مليح في الصحن، وبسطوه جيدا، يعني كيما راني ندير هكا. وبسطوا النشا هذاك اللي طيبناه. انا كنت مسرعه يعني حابه يبرد لي في ساعه، اما لا رحت حطيته يبرد، حليته فتحته مليح باش يبرد لي بسرعه. اما لا غطيته كيما راكم تشوفوا، لصقت معاه هذاك البابي فيلم مليح وحطيته يبرد. كي يبرد خلاص نكملوا الوصفه تاعنا. نجيبوا هنا طاس الميكسر، اذا عندكم برا ميكسر، ما عندكمش ديروا اشواغ، ديروا واش اسمه يا ربي، الميكسر صغير، اي حاجه يعني المهم حاجه تري خلاص. هنا انا درت في طاس الميكسر، حطيت هذاك النشا اللي كنت طيبته كيما راكم تشوفوا. جاء املس كيما غطيناه، ما دارش هذيك القشره اللي من فوق. حطوا هنا ربع كأس من الحليب، اذا تحبوا تجيكم كميه مليحه، اذا تحبوا كميه كثيره اكثر من هكذا ديروا نصف كأس. وحطيت نصف ليمونه كنت عصرتها، وحطيت ملعقه صغيره من لاموطارد الخردل. هذا اختياري، تحبوا تستغنوا عليه نورمال لاموطارد، يعني مش ضروري، لكن يعطي واحد الطعم جميل. قطعت هذيك الثوم باش يسهل عليا الرحي تاعها، يعني باش تجيني سهله في الرحي. وحطيت هنا ملعقة من لا مايونيز، ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغار متوسطات. إذا ما عندكمش لا مايونيز ديروا لبتي سويس، هي الوصفة تجيب لبتي سويس تجي أحسن وأحسن. حطيت هنا رشة من الفلفل الأبيض ورشة من الملح باش نملحوا هذه الصلصة تاعنا، صلصة الثومية. وجدت هنا نصف كأس من الزيت، لكن ما داتليش نصف كأس كامل. بديت نرحي كيما هكذا، نطلع ونهبط في البغان تاعنا، نطلع ونهبط حتى يترحاو يتميكسا كلش مع بعض، يعني ينسجم هذيك المكونات، تنسجم كامل. ما عندكمش المايونيز ديروا الفرماج هذاك تاع البيدون، الجبن تاع البيدون، يعني تصلح كذلك. شوفوا عندكم ثلاث اختيارات: جبن تاع البيدون، عندكم لا مايونيز، وعندكم الاختيار الثالث اللي هو البتي سويس احسن حاجه. ومن بعد عندكم ثاني الياورت الطبيعي، تقدروا ديروه في هذه الوصفه ثاني، تصلح وتجي ما شاء الله. ما عندكمش هذو كامل، جيبوا ثلاث فرماجات، ثلاث جبن مثلثات، وحطوهم في بلاصه هذيك الملعقتين تاع لا مايونيز.
بديت نضيف الزيت هكذا على مراحل، كل مرة نضيف شوية زيت ونخفق يعني نخلط ميكسي. هنا الوصفة هذه بمقادير هذو داو لي غير ربع كاس زيت، شوفوا ما فيهاش الزيت بزاف، ربع كأس حليب وربع كأس زيت. ونشا كنا طيبناه من الأول، وملعقتين كبيرتين من الفرماج ولا التعويضات اللي قلت لكم عليها تعوضوا بها الفرماج أو المايونيز. وهنا بعد ما كملنا نكسينا كلش مع بعض، شوفوا كيفاه خرجت ملساء تهبل تهبل يعني، وجات بنينة ما شاء الله تبارك الله. كملنا الوصفة تاعنا، حطت لي كونتيتي كبيرة، شوفوا حطت لي كمية كبيرة ما شاء الله، حطيت في الصحن هذاك وما زالت في طاس الميكسور هذاك، في طاس الميكسور ما زالت. شوفوا هنا تحبوا تحتفظوا بها في بورتمونجي عادي، علبة محكمة يعني مغلقة جيدا، يعني تغلق مليح، تكون العلبة غذائية وصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم. كملنا الوصفة تاعنا اللذيذة اللي هي وصفة الثومية. نتمنى نكون وفقت في هذه الوصفة، وديروا جيم إذا تحبوا للفيديو، وبارطاجوه مع صحاباتكم ومع حباباتكم. ونقول لكم في امان الله وحفظه. هنا لي بروشيت كانوا طابوا، طيبتهم في المقله، حطيت لهم شويه زيت وطيبتهم عادي جدا. تحبوا ندير لكم الوصفه تاع لي بروشيت معليش يعني اكتبوا لي في التعليقات بالتفصيل يعني نديرها لكم، تجي بنينه ما شاء الله. هنا كما قلت لكم قدمتها مع لي بروشيت تاع الشاورما، يعني لي بروشيت تاع الدجاج، صدر الدجاج، وحطيت لها رشه من المعدنوس، وحطيت لها رشه من النعناع اليابس. وهنا قدمتها مع خبز الدار والبطاطا هذيك اللي كنت قدمتها لكم قبل، وصفه يعني كامله. وفي الاخير نقول لكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.